تجهيزات بيتك لرمضان هتبدأ من دلوقتي. تحضيرات جميلة جدا هنشوفها في سيدات النهاردة وكمان إعادة تدوير. السلام عليكم وهلو هلو، مساء السعادة والجمال على أمارات الأمراض. كل سنة وانتوا دايما في أفضل حال يا رب. حشتوني قوي، كل أيامكم يا رب تكون سعادة وخير وبركة، لا فاقدين ولا مفقودين، يبلغنا رمضان. تعالوا النهاردة نشوف أفكار سيدات جميلة جدا، من أفكار الديكورات وكمان التحضيرات والديكورات اللي بتعملوها بإيديكم اللي دايما بتطلبوها. بتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم ويكون فيه أفكار مفيدة ليكم ولبيتكم إن شاء الله يا أميرات وتستفيدوا بيها. متنسوش في البداية اللايكس الحلوة، تعليقاتكم الجميلة علشان أرحب بيكم في الفيديوهات الجاية، وأكيد طبعا يشرفني اشتراككم. ما تنسوش السبسكرايب اللي تحت الفيديو. بدأنا أول حاجة ببيت جميل جدا بالستايل الألوان الفواتح وكمان الديكورات الستانلس والديكورات الذهبية اللي دخلت في تفاصيل رمضان. حاجة برضو ترند كده السنة دي، الديكورات اللي فيها الإضاءات والحاجات الستانلس، الحاجات الذهبيات. كان برضو من الاختيارات الموفقة جدا ليها في أول سيدة معانا. تاني سيدة معانا هي سيدة من أصول فلسطينية بتحب جدا إعادة التدوير، واللي هنشوف ليها أفكار لذيذة كمان لرمضان. والأهم إن هي سهلة، يعني حاجة نقدر نوفرها في البيت من الحاجات المتاحة، ونقدر إن احنا نستفيد كمان بيها بفكرة حلوة. رمضان كمان برضو، يعني احنا مش بنقول بقى رمضان للأكل ولا رمضان للديكورات والزينة والكلام ده كله، لكن كلها حاجات ليها يعني طقوس خاصة أو أجواء خاصة مرتبطة برمضان. طبعا رمضان بناخد فيه حسنات كتيرة قوي، فنستغله طبعا بالعبادات بتاعتنا المختلفة. ربنا يتقبل منكم يا رب، اللهم آمين. لكن ما يمنعش ان احنا نفرح نفسنا ونفرح أهل بيتنا. يعني كورنر زي ده مثلا، نحط فيه الحلويات أو نحط فيه التمر أو العصاير، الحاجات المقبلات أو التحلية اللي بعد الفطار. هتبقى حاجة برضه حلوة في البيت، سواء لأفراد البيت أو لعزومات عندي. وإن شاء الله أنزّل لكم تفاصيل في فيديوهات تكون منفصلة للcorners دي، إزاي نقدر إن إحنا نوفّرها أو نعملها. بعض الديكورات وبعض طرق التقديم اللي هتخلّي المكان ده يكون مميز. فبيتهيأ لي إن هي مش حاجة يعني تأثّر على الشهر، بالعكس دي حاجة ممكن توفّر لنا وقت أكتر، بدل ما نفضل نشيل ونحط ونقدّم وكده. لأ، corner خاص بكل الحاجة نجهّزه، واللي عايز حاجة طبعًا بياخدها بكل سهولة. أمّا أفكار بقى إعادة التدوير والديكورات، يعني أنتم تقدروا تعملوها بأفكار سهلة أوي. النهارده استخدامنا للكرتون هيبقى هو الحاجة الأساسية معانا النهارده. لمّا بدأت تعمل زي كونز كده أو قرطاس، سواء بتعملوها من الكرتون أو ممكن تعملوها بالجبس، يعني تعملوا قرطاس من الورق وتحطّوا جواه الجبس. قبل ما ينشف شوية بتعملوا فيه فتحة كده من فوق بالsticks الخشب، وتبدأوا تحطّوا فيها الخرز الخشبي وتعملوا الهلال. ممكن تعملوها بأطوال مختلفة، يعني واحدة فيها خرزة، التانية فيها 2، التانية فيها 3، فتبقى الأطوال بتاعتها مختلفة، فيبقوا جنب بعض ديكور مُدرّج كده شكله لذيذ. الفكرة دي كمان حلوة لcorner الصلاة، زي مأذنة كده. هي عملت الشكل على كرتونة، عملت منه قطعتين، وبعدين واحدة منهم قسمتها 2 بحيث إن هي أكنهم متداخلين في بعض، وعملت الهلال فوق مع الهلال الديكور بتاعها. corner مميز كمان للصلاة بفكرة جديدة، إحنا شُفنا ليه أفكار كتيرة أوي، فأدي فكرة كمان من الأفكار المختلفة. الفكرة دي كمان بقى أنا حبيتها أوي، لإن إحنا بصراحة بنروح نشتري أفكار الأطباق بتاعة التقديم بأسعار غالية جدًا. هي مجرد بس ما جابت الإطار اللي هو المعدن الدايرة، عملته الهلال. طبعًا شُفتوا بتقص 3/4 كده، والربع اللي بتقصه ده بتقلبه فبيديها شكل الهلال. قفّلته بقى بكرتون من الجوانب ومن تحت، واسترسات والخرز من تحت كده زي الرجول بتاعة الطبق. يعني بُصّوا الشكل بقى لذيذ أوي، طبق على شكل هلال بنشتره بأسعار كتيرة جدًا، لكن بُصّوا تكلفته قد إيه بسيطة. حتى كمان العربيات اللي إحنا شُفنا ليها أفكار كتيرة أوي مع بعض إزاي نقدر نعملها. اللي ممكن تقدّموا فيها المكسرات أو الياميش والتمر، ممكن تحطّوا فيها كاندي، ممكن تستخدموها يعني stand كده للتقديم في أي مناسبة موجودة عندكم، تحطّوا فيه أي حلويات أو مخبوزات أو فاكهة. هتبقى حاجة برضه لذيذة طول الوقت عندِك في البيت، مش خاصة بس برمضان. اللي هيفرق عن رمضان إحنا ممكن نضيف لها عبارات رمضانية زي رمضان كريم مبارك. يعني الحاجات دي كلها برضه هتخلّي الديكور مميز لرمضان. كمان تعليقة حلوة جدًا، جدًا، الأطباق البلاستيك أو الأكريليك اللي إحنا بنشتري فيها ساعات حلويات، ممكن برضه تستغلوها بالأفكار دي، تزينوها وتحطّوا عليها التعليقات اللي بتبقى جاهزة في المحلات، بيبقى سعرها رخيص أوي، بس عشان تخلّي شكلها creative شوية وما تبقاش زي أي حد عنده نفس الشكل.
فأنتم ممكن تضيفوا لها بعض اللمسات دي وتضيفوها كمان للcorner بتاع التقديمات، هتبقى برضه طريقة حلوة كمان للتزيين. دي فكرة هنا للفازات اللي موجودة، لمّا عملت stickers على شكل نجوم أو على شكل هلال، أو ممكن أنتم تعملوا بالmarker ترسموا عليها حاجات خاصة برمضان وعبارات رمضان، وهيبقى برضه فكرة stand مميز تحطوا عليه طبق التقديم، ومن تحت حاطط فيه شمعة، شكله حلو أوي، أوي. الأفكار كلها حقيقي أسهل من بعض وأحلى من بعض. الفكرة دي كمان بقى حلوة أوي وتنفع لأي حاجة، وأنا عن نفسي بجد يعني متشوقة إن أنا أجربها. أي صورة موجودة عندكم مش شرط مناديل الديكوباج، يعني أي صورة على ورق A4 عادي، ورق عادي، هتقصوا الصورة هتلفوا عليها الstretch wrap من فوق ومن تحت، وهتسيبوا بس زيادات من الأطراف، يبقى مش على قد الصورة بالضبط. وعلى ورق حراري أو الورق اللي هو ورق الزبدة، هتبدأوا تحطوا الصورة بتاعتكم على الفوطة، على التيشيرت بتاعة الأطفال لو حابين تكتبوا لهم اسمهم أو أي صورة. أنا فكّرت إن هي فوطة للمطبخ لرمضان، حاجة في الديكورات، نعمل عليها رسمة فانوس، حاجة خاصة برمضان، هلال، ونعمل الصورة ونحطها على قطعة القماش، لإن مش منتشر أوي الفوط الخاصة برمضان، فإحنا نقدر نعملها في البيت بكل سهولة، من أفكار بجد في منتهى الجمال، حاجات ما بتتكلفش خالص، لكن بجد بتطلّع لمسة مختلفة عندنا في البيت. فكرة مثلًا زي الجارات اللي تقدروا دي بقى ممكن نستخدمها ديكور على طول، بس أنتم ممكن برضه في حاجات الكِوَر اللي هي الجل اللي ممكن الأوربيز اللي أنتم تقدروا تحطوها في المَيّة، ممكن لو عندكم فوانيس صغيرة ممكن تحطوها مع الكِوَر الجل دي وتحطوا الجارات فيها مَيّة، بحيث إنها برضه تدّيكِ شكل رمضان وتحطي عليه ورد من فوق أو تحطي عليه شموع، هتبقى فكرة stand لذيذة. مش شرط كل الديكورات اللي عندنا في رمضان تكون حاجات رمضان، 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 لأ ممكن نحط فازة ورد مثلًا، ممكن نحط أباجورة فيها إضاءة، فكرة الفازة دي برضه لذيذة أوي من الأسطوانات الفوم تقدروا تعملوها لإن شكلها trendy أوي، وطبعًا أسعار يعني إحنا مش هنقارنها بالتكلفة اللي إحنا عملناها بإيدينا، فتقدروا كمان برضه تعملوها بطريقة سهلة جدًا. جزء كده خاص بشوية التفريزات، أنا كنت بعتّ لكم على الواتس شوية تفريزات أنا عملتها كده على قدّي صغننة، شوية فواكه وشوية خضار وخلّوها عندكم طول الوقت، يعني حاجة بجد بتنجز معاكِ، مش شرط تكوني بتشتغلي، مش شرط يكون في رمضان عشان نفرّغ نفسنا أكتر للعبادات بتاعتنا، مش شرط يكون عندي حاجة عشان أعمل تفريزات، كل ما يكون قدّامِك كده صنف خضار، صنف فاكهة حلو عندِك في البيت، يعني حاجة بنستفيد بيها، جالي ضيف فجأة يبقى عندي عصير أقدّمه له أو عندي تحلية أقدّمها له، مزنوقة في الأكل وعايزة أعمل حاجة بسرعة، لسه هاجهّز وأحضّر، لأ على طول أطلّع وأطبخ على طول. فحقيقي الحاجات دي بجد بتفرق أوي. وطبعًا تفريزات الخضار والفواكه، تفريزات اللحوم لو عندكم وقت إنكم تعملوا تتبيلات مختلفة وتجهّزوا، المعجنات لو برضه عندكم وقت تعملوا معجنات بأصناف كتيرة أو بحشوات مختلفة تقدروا برضه تعملوها. الدول بقى اللي بتحب تعمل الكُبيبة والكلام ده كلّه برضه تقدروا تجهّزوا منها بحشوات مختلفة برضه وتجهّزوها، يبقى الموضوع سهل على طول على تحمير، على تجهيز. بجد مش هياخد معاكِ أي وقت خالص، رمضان مش مرتبط خالص أبدًا بالأكل، مش معنى إحنا بنقول نعمل تفريزات وتجهيزات قبل رمضان للمطبخ، إن إحنا علشان ناكل ونبقى عندنا أصناف كتير من الأكل بقى ونبقى بُصّوا مش قادرين، لأ، كلوا على قد معدتكم بالضبط كده، ربنا يتقبل منكم صيامكم، لكن بجد دي بتفرق معاكِ طول السنة، كل التجهيزات والتحضيرات اللي أنتِ بتعمليها دي. إن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية تعملوا كل حاجة يا رب لبيتكم اللهم آمين، إن شاء الله أنزّل معاكم تجهيزات أكتر على جروب الواتس، ولو قدرت أنزّل لكم لقطات على الفيديوهات الجاية إن شاء الله أحاول، أنتم كمان لو عملتوا أي حاجة جديدة في البيت ابعتوا لي وأنا أحاول أعرضها لكم في الفيديوهات، ونشارك كلنا مع بعض ونستفيد إن شاء الله بإذن الله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، هاستنى لايكاتكم يا أميرات وتعليقاتكم على فيديو النهارده وحابين إيه في الفيديوهات الجاية، وكمان اشتراككم، هاكون مبسوطة بوجودكم معايا، بإذن الله بكرة في نفس الميعاد نكون بتفاصيل جديدة وسيدات جديدة، فأشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.